السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي ابداعي في بيتي لتعليم الخياطة. اليوم عندنا درس حين خدمت الباترون تاعي رقبة مدورة نورمال. عندي هزيت القياس تاع دورة الصدر، خدمت الاطار، خدمت الطابق. عندي لهنا الرقبة درتها مدورة، هبطت ب 12 سنتيم هكا 12 سنتيم. عندي لهنا البنات هنا دخلت ب 2 سنتيم وهبطت ب 6 سنتيم، راح ندير فيها فتحة في الرقبة. عندي ثاني لهنا راح ندير في لاجيب راح ندير لاستيك، هبطت ب 36. بينت لكم كيفاه تهزوا من الكتف الى تحت الصدر. لهنا زدت 2 سنتيم باش تجيني قد لاستيك تحت الصدر. عندي ثاني المونش نخدمو ثاني جيت الخلف بنفس الطريقه. عندي غير الرقبه لهنا تصغر، نهبط من 4 ل 5 سنتيم. عندي ثاني لهنا المونش، ناخذ مونش ذراع عادي. عندي لهنا ثاني نقصو 3 سنتيم المونش. لهنا راح ندير لاستيك يجيني هكذا صغير، راح نقطعو معكم. لهنا ثاني ندخلو ب1 سنتيم، درت الطول تاعو 62 سنتيم، العرض تاعو 20. راح نقطع ثاني الباترون معكم. راح نقطع الرقبه. هكذا البنات تخدمي لاجيب تاع الروبه. عندي لهنا خرجي دروات، لهنا عندي 25 لاطايز 23 لاطايز تاع 10 سنتيم. نزيدو نخرجو ثاني منها ب 10 سنتيم، نزيدو نخدمو لها لهنا، نخدموها لداخل. لهنا رايحين نديرو بيت تيسي هنا هاك. لهنا انا هبطنا ب 12 كيما مولفين لاجيب تاعنا عادي. ال 10 سنتيم نزيدوها هنا على برا. ها الباطون. عندي الكتان تاع راح نفصلو لهنا قاطفه، رايحين نطبقوه بهذه الطريقه. هكذا البنات نثنيو الكتان لهنا، الحاشيه هاي تاعنا لهنا، الحاشيه هاي منا هكذا نثنيو قيس لاجيب. عندنا رايحين نفصلو الجيب الاول منا والجيب الثاني من هي. رايحين نحط الباترون، عندنا لهنا مطوي على زوج. راح نحط الباترون تاع لاجيب ونقطع، نزيد نقص شوي. راح نقطع لاجيب الاول. خليو 1 سنتيم تاع الخياطه ونقطعو. هكذا رايحين نفصلوا لاجيب الثانيه، نفصلوهم بنفس الجهه، نفصلوا الاولى نزيدوا الثانيه، وهذو اللي يفضلوا نفصلوهم زدروا. راح نقطع، خليو 1 سنتيم. هكذا البنات الجهه اللي فصلت عليها لاجيب تاعنا لهنا ثاني راح نزيد نطبق هكذا بنفس الجهه، الحرشه من تحت والرطبه من الفوق. قاطفه لازم تسولهولها
هكذا هذه الجهه راح نفصل بها الزدر، الزدر والظهر. هاك نحط الباترون تاع الزدر وتاع الظهر بهذه الطريقه نفس الجهه. راح ثاني نقطع نخليو 1 سنتيم. لهنا البنات راح ندير الزدر يجي شويه مفتوح كما خدمنا الباترون، والرقبه هبطنا لها ب 12. هنا الباترون خدمناه ما زدناش 2، عندنا قطيفه تتكسر ما زيدش 2. هكذا نزيدو الجهه الخلفيه. غنزيد نقطع الجهه الخلفيه. الرقبه هبطنا لها ب5 سنتيم. هكذا لأن راح نفصلوا لي مونش تاع الروبه. تقعدي بنفس الاتجاه، الجهه اللي تفضل لك من هي تفصلي منها الزدر ولا الزدر والظهر، تقعدي ديما في الجهه نفس الطريق اللي تقعدي تمشي فيها. تفصلي المونش الاول تزيدي ثاني المونش الثاني. راح نقطع ثاني، راح نزيد نفصل المونش الثاني، نفصل المونش الاول نزيدو نحطو قدامه المونش الثاني. ها هو يقعدوا ديما في نفس الجهه. نزيدو ثاني نقطعو 1 سنتيم نخليو قيس الخياطه. هكذا البنات نكرونتيو لهنا، ديروا مثلث شويه في زوج. عندي لهنا البنات لي شيت لي يفضلوا راح نفصل بهم البطان تاع الرقبه. ديروا فيه قيس 5 سنتيم. هذا تاع الظهر ونزيدو تاع الامام. عندي هذه تاع الرقبه تاع جهه الامام وهذه تاع جهه الخلف. راح دوك نخيطوها. البنات راح نبداو نخيطو. نخدموا البطان تاعنا نركبوه بليزيبان فوق الزدر هكذا. راح ندير الطريق تاعي تاع الخياطه 1 سنتيم. راح نحيو المثلث لهنا تاع القراني. راح نقطع ندير لهنا هكا
نقطعو بهذه الطريقة باش كي نقلبو البطان يجينا يدور. نزيدو نخدمو البطان تاع الركبه ركبناه. ها ديري الطريق تاعك تاع الخياطه. رايحين نجملو نحطو الوجه على الوجه. عندي البطان تاعي الاول تاع الزدر، راح نحط البطان تاع الركبه هكذا تاع الظهر نحطو هنا ونقلب عليه البطان هكذا البنات. راح نجملو الكتاف. هاك راح نزيدو نبطنو الجهه الثانيه، الكتف الثاني نزيدو نجملوه. هكذا البنات راح لهنا نديرو طريق تاع الخياطه فوق الركبه. الجهه الخلفيه دايرينها هاك. هكذا نعدلو الركبه مليح ونديرو طريق الخياطه. هاك رايحين لهنا نزيدو نخدمو الذرعين. راح ندير لهم لاستيك. القيس تاع اللاستيك دير تكيلي على حساب الزنده تاعك. عندي لهنا 16 سنتيم. راح نثبت الخياطه نجبدو لاستيك مليح. ها تجبدي قيس المونش تاعك هاك. من بعد راح تقلبي هكذا القطيفه وتقلبيها هاك وتعاودي ديري طريق تاع الخياطه. هذا البنات هاكذا تجي خدمتك. هاك راح نزيد نخدم المونش الاخر. نثبتو الخياطه وتكسي لاستيك على حساب المونش تاعك. هاك نحطو قد مع الحاشيه. راح نقلب القطيفه تاع اللاستيك وندير طريق تاع الخياطه فوقو. هكذا البنات راح نجملو في الزدر. راح نحط الكتف مع منين قرنتينا في المونش. ها درنا المثلث اللي فهمتكم. راح نحطو قد مع الكتف هاك. تحكمي بليزيبان وتحطي المونش تاعك
راح نحط من الطابق للطابق هاك. راح دوك نجمل ليمونش باش نركب لاجيب، نجملو منا ومنا ومن بعد نركبو لاجيب تاعنا. نثبت الخياطة، نحطو الطابق على الطابق باش تجينا الخياطة قد قد. كمل نجمل حتى الاخر. هكذا البنات نزيدو الجهة الثانية. هكذا البنات لهنا رايحين نجملو لاجيب تاعنا. عندنا لهنا نغرونتيو الوسط، واللاستيك تاعي درت فيه 70 سنتيم. تقيسي على حساب المحزم تاعك ونجملو لاجيب. من بعد نصدرو لاستيك، نجملو لاستيك، راح نحطو لهنا ونخيط ونجبد. تجبدي قيس اللاستيك تاعك. ثبت الخياطة، هكذا البنات ونجبدو حتى الاخر تاع اللاستيك باش تجبد لنا الكتان كامل. هكذا البنات بعد ما ركبنا لاستيك كما راكم تشوفوا راح نلصقو في الصدر. الصدر عندنا ثاني لهنا في الوسط نكرونتيو هكذا باش نحطو ثاني لاجيب قد مع كاين الجهه الاماميه كاين الجهه الخلفيه. هكذا البنات رايحين نلصقوا لاستيك في لاجيب تاعنا في الروبه من الفوق. لصقوا منين نكرونتينا ولصقوا ثاني من على جهه الخياطه، جهه الخياطه منه ومن التول تاع الخياطه هكذا. ونجبدو ثاني في نركبو ونجبدو. رايحين نخيطوا لاجيب نلصقوه مع الروبه من فوق هكذا البنات. وتجبدوا شويه ما يجيكمش لازم تجبدي لاستيك باش يجي قد مع الفوق. وانا مركبينه بليزيبين. هكذا البنات بعد ما كملنا خيطنا كما شفتوا معنا، ركبت لها لهنا لي زابليك في الكتاف والمونش. هذه البنات ان شاء الله تنال اعجابكم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا معنا درس. بارك الله فيكم، سلام.